مرحبا بكم في نيس، إحدى أجمل المدن الفرنسية، حيث تلتقي الجبال بالبحر في لوحة فنية رائعة. وسط هذه الجنة الساحلية يوجد بنك سوسيتي جينيرال، أحد أعرق المؤسسات المالية في فرنسا. في إحدى أيام العام 1976 حاول موظفو البنك الدخول إلى الخزنة، إلا أن بابها لا يفتح، وكانت نيس مسرحا لأحد أكبر عمليات السطو في التاريخ. العصابة المعروفة بعصابة الجردان بقيادة المخطط العبقري ألبرت سباغياري. مصور عادي يمتلك استوديو صغير في الريف الفرنسي راودته فكرة السرقة عندما علم أن الخزنة الرئيسية لا يوجد فيها جهاز إنذار. استأجر صندوق أمانات داخل الخزنة، ثم دخل مجاري المدينة مخادعا بلدية نيس على أنه مقاول. جمع رجال عصابات ومهندسين وكهربائيين لمساعدته في السرقة. بدأ حفر نفق من المجاري باتجاه غرفة الخزنة الكبيرة. كانت الخطة تقضي بأن يحفر الشخص لمدة يوم كامل، وبعدها يختفي ليومين حتى لا يلفت الأنظار. وتم مد شبكة إنارة في الأنفاق. استمر الحفر لشهرين متتاليين دون توقف حتى وصلوا إلى هدفهم. دخلوا الخزنة وقاموا بأول خطوة، وهي لحم باب الخزنة من الداخل. ثم بدأوا بفتح خزن الأمانات، وجمعوا السبائك الذهبية والأموال والمجوهرات. خرجت العصابة من البنك وتم اقتسام الأموال والمجوهرات، لتبدأ المطاردة من الشرطة والأمن الفرنسي، حتى تم القبض على 2 من العصابة أثناء بيع إحدى المجوهرات. اعترف على العقل المدبر ألبرت، وتم القبض عليه، إلا أنه أنكر ورفض الاعتراف على أي شخص شارك معه. تم تهديده باعتقال زوجته، مما اضطره أخيرا على الاعتراف دون أن يسلم المسروقات. أثناء محاكمته سلم للقاضي ورقتين عليها مخططات لم يفهمها القاضي، فطلب منه الشرح. أثناء الشرح قفز من النافذة، وكان بانتظاره دراجة نارية، وكان الهروب المثير. وبدأ ألبرت بالسخرية من الشرطة بإرسال فيديوهات ورسائل تم تداولها على نطاق واسع. ألبرت سباغياري عاش هاربا حتى وفاته عن عمر 59 سنة بعد إصابته بالسرطان، تاركا خلفه قصة تروى على مر العصور عن أحد أكثر السرقات جرأة ودهاء في التاريخ. كانت هذه قصة سرقة بنك سوسيتي جينيرال في نيس، حيث التقت العبقرية بالجريمة في قلب واحدة من أجمل مدن العالم. شكرا لمتابعتكم.